ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنعمل نوع من الخضار بقى، نعمل بسله. بقالي كتير ما بعملش خضار خالص. بصوا هنعمل البسله بطريقه حلوه قوي وهتعجبكم جدا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. هجيب حله على النار واحط فيها اي ماده دهنيه انت حباها مثلا. وهجيب بصله متقطعه مكعبات صغيره او مفرومه في الكبه، يكون الفرم بتاعها خشن شويه. هبدا اشوحها، واول ما تاخد لون، مش عايزه طبعا البصله تتحرق او اي حاجه او تاخد لون غامق. اول ما تبدا تاخد لون بسيط كده هبدا انزل باللحمه بتاعتي، وهديها تقليبه بسيطه كده، وهنزل بمعلقه صلصه كبيره وكمان عصير طماطم. انا هحط بقى البهارات بتاعتي، هحط ملح وفلفل، وكمان هزود مكعب مرقه معايا، بس ممكن انتي مش حابه تحطيه ممكن تستغني عنه، مفيش مشكله خالص. هبدا اول ما اللحمه تستوي معايا في التسبيكه دي والتسبيكه تتقل شويه، هبدأ أنزل بقى بالبسلة بتاعتي، وأكون مطلعاها من الفريزر على طول هحطها في الحلة. تمام، وهبدأ أوطي عليها بقى واسيبها تستوي خالص. في ناس طبعا بتحب البسلة تكون ناشفة شوية، في ناس بتحبها طرية شوية، فعلى حسب بقى ما انتي حباها. ممكن تغلي فيها، بس انا بحب اهم حاجة محبهاش ان انا اسلق اللحمة، لان كده بحس ان اللحمة متشربة من تسبيكة حلوة قوي، احسن ما تكون مسلوقة ومحطوطة من الشوربة، بحسها برضو مسلوقة مهما عملتي فيها. تمام، بصوا انا سبتها تتقل شويه. طبق بصوا خطير وطعمها كان حكايه بجد، جربوها مش هتندموا ابدا وهتعجبكم جدا. ولو في اي حاجه سيبوها لي في الكومنتات تحت وانا هرد عليكم. لو جربتوا اي حاجه قولوا لي في الكومنتات.